السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. صينية مسقعة مش مقلية أبدا، خفيفة جدا لكن تفاصيلها مختلفة. ممكن تاكليها برز شعرية، وممكن تاكليها بعيش محمص وفلفل مشطشط، بتستحق التجربة. عايزة أوريكي صينية المسقعة الخطيرة اللذيذة، استوت منها فيها يا جماعة. شايفه البطاطس انا ما قليتهاش. بتنجان مع رز بشعريه، حقيقي مختلفه وتستحق التجربه. ايه الطريقه؟ المقادير، ادخلي معايا الفيديو وادخلي معايا القناه، هتلاقي مكونات سهله جدا وبسيطه. ليا طريقه مختلفه جدا في المسقعه. ده البتنجان بقطعه بالثوم كده، ودي بطاطس بقطعها بنفس الثوم. هضيف معلقه من الملح على البتنجان ومعلقه من الملح على البطاطس. هسيبهم يتبالوا مع بعض لحد لما نعصج اللحمه. ربع كيلو من اللحمه هنزل بيه على بطاطسهم بالشكل ده. اول ما تفك اللحمه هنزل عليها ببصلايه متخرطه مش ناعم، عشان حابه طعم البصل يكون زفر. دول 3 فصوص من الثوم لكن مش هضيفهم دلوقتي. اجيب البصل مع اللحمه، هنزل عليها بمعلقه محترمه من السمنه، نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الكزبره، ربع معلقه من السبع بهارات، معلقه من الملح. قلب البصل مع اللحمه مع كل المكونات لحد لما اشم ريحه التوابل. اول ما تطلع ريحه البهارات هبدا اقطع الثوم. انا بسوي البتنجان والبطاطس في تتبيله اللحمه دي، ما بعملهاش تتبيله خاصه بيها، لان صينيه المسقعه اللي بالبشاميل ليها مواصفات خاصه في العمل. اقلب الثوم لحد لما اشم ريحته. هتشمي ريحه الثوم هتنزلي بكوبايه من عصير الطماطم. هنزل بكوبايه واسيبها تغلي. وهو ده الصوص اللي هسوي فيه طاجن المسقعه كله. هي هتغلي غلوه واحده وبعدين هشيلها. هتغلي الطماطم وهبدا اعمل البشاميل. معلقه محترمه من السمنه، دي بمعيار معلقتين 2، عشان هضيف معلقتين 2 دقيق. هنزل عليها بمعلقتين من الدقيق. البشاميل بحب اضيف عليه نص معلقه من المرقه الفوريه، بتديله ريحه ودسامه وطعم مش طبيعي. حمر الدقيق في السمنه لحد لما يغير لونه وتطلع ريحه الدقيق. ده معيار مظبوط جدا لبشاميل مظبوط جدا. مقدار السمنه نفس مقدار الدقيق. اول ما يحمر الدقيق بالشكل ده هنزل عليه بكوبايه الحليب. هقلب لما ادوب الدقيق. هظبط الملح، هقلب الدقيق في الحليب لحد لما يغلي. هي طريقه مختلفه تماما في المسقعه. اولا انا بسوي البتنجان والبطاطس في البايركس في الفرن، مش بسويهم في الزيت. فدي طاسه وده زيت زيتون، هديلها رشه من الزيت بسيطه خالص، وهبدا اسوي البتنجان واسوي البطاطس. طريقه صحيه وخفيفه جدا عشان تاخدي صينيه مسقعه خفيفه وطعمها لذيذ. انا مش بقلي البطاطس، انا بس بشدها بمعنى اني بديها نص تقليه. البتنجان مش بيتقلي، بيتشوي. ده شكل البتنجان وده شكل البطاطس. ده شكل البتنجان وده شكل البطاطس، مشويين مش مقليين، علشان يكون طاجن مسقعه باللحمه المفرومه لكن صحي جدا. اولا برص البطاطس عشان البطاطس هي اللي بتستحمل معايا السوى، وهي اللي بتحتاج سوى اكتر من البتنجان. فهرص البطاطس في قاع الصينيه بالشكل ده. ده الصوص اللي هيسوي لي الطاجن كله.
عشان انا مش هزود الطاجن اي شيء. فهنزل باللحمه المفرومه على البطاطس. هفرد اللحمه المفرومه في الطاجن بالشكل ده. يا جماعه هي دي صينيه المسقعه بالثوم وبالفلفل الاخضر. هنزل بالبتنجان. طبعا البتنجان زي ما حضرتك شايفه تقريبا مشوي مش مقلي. انا محتاجه الموضوع ده كله يندمج مع بعضه، يعني يدخل الفرن مش اقل من ربع ساعه يغلي مع بعضه، عشان كل الاطعمه تدخل في بعض. حلقات من الفلفل الاخضر، طبعا سبايسي او بارد، فده بيرجع لحضرتك انت بتحبي ايه، او عايزه الطاجن سبايسي او بارد. ده سبايسي، فانا هكتفي بس بالاتنين دول. يا جماعه لوحه فنيه. هنزل بالبشاميل على البتنجان عشان ياخد صينيه المسقعه ويروح بيها في مكان تاني. هفرد البشاميل في طاجن المسقعه بالشكل ده، وعلى الفرن هسيبه في الفرن حوالي 30 دقيقه. انا عايزه الصوص اللي موجود في اللحمه البطاطس تشربه والبتنجان يشربه، وبعدين هولع الشوايه اخر 5 دقايق. الطاجن ياخد وش والبشاميل ياخد لون. يجنن. هدخله الفرن وهنشوف المسقعه بتتاكل بالعيش ولا بالرز، ولا ايه الطريقه اللي ممكن يتاكل بيها طاجن مسقعه بالحلاوه دي. اجمل صينيه مسقعه مش مقليه، خفيفه جدا لكن طعمها رائع، بتبقبق. وبكده هقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو. يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.